السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم غادي نحضر معكم الزيتون كحل مشرمل بواحد الشرمولة اللي ساهلة وتتجي بنينة بزاف. وعندي هنا دجاج مدغمر، حضرته على الطريقة المغربية. غنبداو ان شاء الله الطريقة الاولى ديال تحضير الزيتون، يعني الوصفة الاولى ديال الزيتون المشرمل. عندي هنا الزيتون شريته عادي، يعني قياس تقريبا شريت انا زلافة، عندي زلافة قياس زلافة. غادي نشد هذاك الزيتون، غادي نحيد ليه العظم ديالو كامل، نحيدو ليه باش يسهل عليا انني من بعد غادي نقطعو. غادي نوريكم كيفاش غادي نقطعو، نوريكم كيفاش غادي نقاد ليه الشرموله. المهم اول حاجه هنا غادي نشدو، غادي نغسلو بالماء بارد مزيان. هذيك تنحيد ليه هذيك الحموضه اللي تتكون عرفتي ديال الزيتون، وهذيك الملوحه الزايده اللي تتكون فيه. هنا من بعد ما غسلته كبيت عليه شويه الماء مغلي وتنخليه شويه، ومن بعد غادي نسقطرو في الصفايه. هنا شديت الصفايه، غادي نسقطر هذاك الزيتون ديالي وغادي نخليه يتسقطر على خاطرو بيد ما ينشف. وديك الساعه غادي نبدا نقطعو طريفات صغار، غادي تشوفوا معايا من بعد كيفاش غادي نقطعو. هنا من بعد ما تسقطر ليا الزيتون ديالي حطيته في هذا الطبسيل، وبطبيعه الحال حسيت بانه برد من هذاك الماء اللي درت فيه، هو ناشف. غادي نحطو وغادي نبدا نقطعو طريفات صغار، ماشي ضروري يكونوا بحال بحال، يعني المهم تقطعيه باش يعني في الشرموله تيتشرمل مزيان، تيشرب هذاك التشرميله اللي غادي ندير ليه وتيجي يعني بواحد الشكل زوين. هنا من بعد ما قطعته ورديته لهذاك الطبسيل اللي كان فيه، هنا غادي نوريكم المقادير ديال التشرميله اللي غادي ندير ليه. عندي الربيع مقطع، وعندي تقريبا 3 الفصوص ديال الثوم، عندي هنا الكمون، عندي شويه الابزار، عندي هنا الزعتر، ضروري من هذا الزعتر يعني في سميتو في هذه الوصفه. عندي الملح وعندي الزعفران يعني يخرق معرق، وعندي تحميره حلوه فلفل احمر، وعندي ضروري الزيت البلديه، ما يمكنش نديرو الزيت الروميه، ضروري الزيت البلديه. هنا غادي نبداو على بركه الله التشرميله ديالو. هنا في مقله سخونه غادي ندير زيت العود، يعني زيت زيتون، غادي نضيف ليها هذوك 3 فصوص ديال الثوم اللي حكيت، وعندي هنا الربيع اللي قطعته بالموس. ضروري تقطعوه بالموس كما تنقول لكم ديما، من الاحسن. الا درتوه في الهاشوار تطلع تلقى ديك المروره ديالو ما تيجيش هو هذاك. تنشحر هذيك الثوم وهذاك الربيع مزيان، وتنضيف ليهم الزيتون ديالنا، تنضيفو وتنبدا نحرك باش يشرب ليا هذيك الزويته وهذاك المذاق ديال الثوم وديال الربيع، يعني ولكن على نار هاديه، ما تغلي يعني ما تجهدوش النار. هنا غادي ندير شويه الملحه، على بطبيعه الحال ما غاديش تبغوا حيت انا غسلته من الملوحه ديالو اللي كانت فيه. دابا بغيت نسمو على طريقتي انا. هنا غادي نزيد ليه شويه ديال البزار، تقريبا راس معلقه، ممكن بغيتو تزيدوا الحروره ممكن تزيدوا يعني حسب الذوق. غادي ندير هنا تقريبا معلقه صغيره ديال الكركم، ديال الزعفران عرق، ومن بعد غادي نزيد الفلفل الاحمر تحميره حلوه. الا بغيتو ديروا الهريسه راه عندكم الاختيار ديروها، يعني كاين اللي تيبغي الزيتون يكون حار تيجي بنين، ولكن دابا على حسب كل واحد، كاين اللي ما تياكلش الحار. المهم هنا غادي ندير الكمون ضروري ديروا منه 2 معالق صغار، حيت الكمون تعطي واحد المذاق زوين لهاد الزيتون. واخر مكون واهم مكون في هاد الشرموله هو الزعتر. راكو عارفين الزعتر المذاق ديالو كيفاش تعطي واحد الريحه زوينه، واحد البنه اللي زوينه بزاف. تاكل من هاد الزيتون اللي كليتو ما يضركمش. تنضيف تقريبا 2 معالق وشويه ديال الزعتر، وتنبقى نحرك ضروري باش هذاك الزيتون اي ماء يعني باقي فيه غادي يشرب، وغادي تشحر ليا مزيان ويشرب ليا هذيك الشرموله مزيان. هنا من بعد ما برد هذا الزيتون، هنا غادي نعمر في القريات اللي غسلتهم وعقمتهم من قبل، غادي نعمرهم تقريبا نص ديالهم، وغادي نضيف ليهم من بعد زيت الزيتون من الفوق. ومن بعد غادي نكمل هذاك العماره اللي بقات عندي ديال الزيتون، غادي نزيدها لهذوك القريعات، يعني راه ما عامرينش بزاف، يعني على حسب القرعه. كاين غادي يستعمل قرعه واحده، انا استعملت هنا 2 قريعات باش الا حليت وحده غادي نستعمل داك الشيء تتسالي، والاخرى نديرها باش ما تخسرش ليا الزيتون. ولكن هذا راه تيبقى واحد المده طويله الصراحه في الثلاجه. وضروري من زيت العود ضروري تضيفوها ليه يعني بواحد الكميه، حيت هي اللي تتعاونوا انه يبقى محافظ على هذاك البنه ديالو،
يعني وقت ما غادي تهزو منه تلقاو باقي فيه نفس المذاق ونفس البنه وما حدو تيبقى في الثلاجه وهو تيزيد يبنان. يعني استعملوه في الكاسكروطه، استعملوه في البيتزا، زوين. هنا الوصفه الثانيه ديال الدجاج مدغمر، غادي نحتاج فيها هنا تقريبا 4 مصير، عندي حامض مصير، عندي الزعفران شعره، عندي هنا الخرقوم عرق وسكنجبير وقعقله وبسيبيسه والبزار، عندي الربيع، عندي الثوم محكوك تقريبا 3 الفصوص. هنا خلطت الزيت البلديه والزيت النباتيه في هذاك الكاس، وعندي هنا تقريبا بصله كبيره شلطتها، يعني بحال تقولوا قياس 3 البصيلات صغار، وعندي دجاجه متوسطه الحجم. هنا في بانيو صغير غادي ناخذو باش ندير فيه الشرموله اللي بنشرمل بها هذيك الدجاجه الصغيره اللي عندي. هنا تقريبا معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم عرق، 4 معالق ديال القاقله وبسيبيسه، و4 معالق ديال البزار تقريبا. وهنا غادي نضيف الربيع ديالي، وغادي نضيف الثوم اللي عندي 3 الفصوص ديال الثوم اللي حكيتهم. وباش نخلط هذا ندير غير شويه ديال الماء عادي. بالنسبه للزعفران الشعره غادي نديرو في كويس وغنكب عليه الماء مغلي، يعني طايب سخون بزاف باش يطلق ليا، من بعد غادي نستعملو في الطياب ديالي. هنا هاد الشرموله اللي درت ديال الثوم والربيع والعطريه غادي نضيف عليها شويه الماء بارد غير باش نمزجهم باش يتخلطوا ليا باش نقدر نشرمل بيهم الدجاجه ديالي. غادي نحرك باش يذوب هذيك العطريه، وغادي نشد الدجاجه وغادي نشرملها مزيان، يعني بحال نمصيها كامله بهذيك العطريه اللي عندي من الجناب، يعني اي بلاصه بانت لكم كلها كما تشوفوا في الفيديو، ما نخليش شي بلاصه، يعني كلها تغطى بهذاك اللون ديال العطريه. وبطبيعه الحال هذيك العطريه راه تبقى عندنا في هذيك البواطه من بعد غادي نستعملها. هنا في الطنجره غادي نكب هذاك الخليط ديال الزيت البلديه والزيت الروميه، غادي نضيف عليهم البصله اللي شلطت، بصله كبيره اللي قلت لكم قياس 3 البصيلات صغار شلطتهم، حيت كما تشوفوا الكميه عندي صغيره، راه دجاجه موين يعني ماشي كبيره على قياس عائله صغيره. هنا غادي نخلي البصله تشحر تطلق المويها ديالها، ما درت مع العطريه لا والو. من بعد الدجاجه ديالي بعد ما ربطت ليها هذوك الرجيلات ديالها باش طيب مجموعه ما تشتتش، وغادي نحطها على الصدر ديالها باش طيب مزيان. تتعرفوا الصدر هو اللي تيشد الطياب، حيت يكون فيه يعني تتكون فيه الهبره، هو اللي تيشد الطياب. داكشي غادي نخليه يتشحر شويه، ومن بعد غادي نقلبو للجهه الاخرى، غادي نغطيه دابا ونخليه يتشحر. هنا من بعد كما تشوفوا البصله ديالنا كيتشحرات وبدات تطلق هذيك لاصوص ديالها التعسيله ديالها، غادي نقلب الدجاجه على الجهه الاخرى، نخليها تاخذ حقها حتى هي من التشحار شويه ونغطيها، راه ما تنسدش الكوكوت، هي تنشد نحط الغطاء باش هذيك الحراره تدور في الطنجره. هنا هانتوما كيفاش تشوفوا راه تشحرات لنا مزيان، حتى البصله دابت وتشحرات مزيان. هنا غادي نرد الدجاجه، غادي نردها على جهه الصدر باش نردها طيب. غادي نشد من بعد هذيك البواطه اللي كنا شرملنا فيها، هنا بعدا غادي نضيف المصير، نسيت، غادي نضيفوا الطريف ديال المصير اللي عندنا، وغادي نشد هذيك البواطه غادي نكب فيها الماء سخون، ما ديروش فيها الماء بارد، وغادي نكبها حيت فيها العطريه كلها اللي درنا، غادي نكبها في الجناب، ضروري تكبوا في الجناب، ما عمركم تكبوا زعما هذيك الماء تكبوه ديريكت على اللحم، ضروري من الجناب. وغادي نضيف الميها سخونه، نضيفها باش تقريبا ما نغطيش كامل، هي قياس باش طيب لينا الدجاجه ديالنا. وغادي ندير عليها الوطه ديال الطنجره، نخليها منفسه شويه باش ما تفرتتش الدجاجه، ونخليها طيب على خاطرها. هنا من بعد ما حسيت بها طابت غادي نقلبها واش باقي تيخرج منها الماء، لقيتها طابت، يعني ما خداتش الوقت بزاف. ضروري الغسيل ديال الدجاج راه تيلعب دور في الطياب ديال الدجاج، ضروري ان الدجاجه تكون بايته، يعني ماشي يلاه تذبحات وطيبوها تيجي مكنزز. غادي نحطها هنا في الطبسيل باش تبرد ليا، باش من بعد غادي نطيبها في الفران نحمرها. غادي نخلي الشرموله ديالي تخطر مزيان وتعسل على خاطرها مع التحريك المستمر. هانتوما كما تشوفوا البصله ديالي تعسلت وتشحرات وواحد المذاق زوين طالع منها. هنا الدجاجه بعد ما بردت غادي نشد هنا ندير بحال بوماد ديال الزبده والموطار. هاد البوماد هذا اللي درت غادي ندهن به الدجاجه كامله
باش تحمر لينا وتعطي هذاك اللون الذهبي. راه ما تاخذش الوقت بزاف حيت اصلا هي طايبه، بغينا غير نحمروها باش تعطي هذاك المنظر زوين والمذاق يجي واعر. هنا خديت لاطه درت فيها هاد البابي الومنيوم، غادي نحط فوق الدجاجه ديالي وغادي نقاد الجناب باش هذيك الزيت اللي بتنزل من يعني ديال الزبده اللي درنا بتنزل من الدجاجه ما تكفحش. انا درتها هكا باش تبقى الدجاجه مجموعه، وحتى هذيك لاصوص اللي فيها بتبقى من بعد يعني من بعد تبداي تهزي منها ودهني الدجاجه باش تحمر لك كلها متساويه. وهنا راه سخنت الفران على درجه مرتفعه وغادي نحطها طيب على خاطرها تحمر. غادي نخرجها. هنا حطيت الطبق ديال التقديم. الدجاجه ديالنا هي تحمرت، شوفوا يعني المنظر ديالها، اللون زوين تبارك الله، محمره واحد الريحه رائعه. غادي نحطها وغادي نبدا نحط في الجناب لاصوص الدغميره اللي كاينه في الجناب. هانتوما تشوفوا الدغميره تبارك الله كيفاش خرجت خضره وبنينه، عرفتي واحد المذاق خطير. اكيد راه كل واحد تيطيب هاد الوصفه هادي، ولكن كل واحد والطريقه ديالو كيفاش البنه تجي. هما الاطباق اللي وجدت معكم: الزيتون الكحل المشرمل، اكيد جربوا وردوا عليا الخبر، والدجاجه المضغمره ديالنا بصحه والراحه.